سيبك من اللي عمله وسام ابو علي عشان يمشي، سيبك من الاسترهات والكلام حوالين خروجه من الاهلي، خلينا نبص على اللي فعلا عمله في الملعب. لعب 47 ماتش كامل، خلالهم سجل 38 هدف وصنع 9، يعني شارك في 47 هدف. ببساطة لعب 47 مباراة وساهم في 47 هدف، وده ببساطة معناه انه بيشارك في هدف تقريبا في كل مباراة، رقم نادر جدا في اي مهاجم محلي. لكن اللحظة اللي خلت كل الناس تتأكد انه مهاجم تقيل كانت في كأس العالم للأندية، لما عمل هاتريك ناري قدام بورتو البرتغالي، 3 اهداف في ماتش واحد ضد فريق اوروبي كبير. وساعتها بدأت العروض تنهال عليه، وبدأ اسم وسام يتكتب في اخبار الدوريات الاوروبيه والخليجيه. وسام مش بس هداف، ده مهاجم متكامل، بيعرف يتحرك من غير كرة ويسحب المدافعين ويضغط ويرجع يستلم. وطريقه لعب المدرب ريفيرو كان ماشي تماما مع اسلوب، رغم انه لعب موسم ونص بس، لكن فعلا ساب بصمه كبيره في الاهلي. كان واضح انه هيكون مشروع مهاجم كبير لو استمر. دلوقتي وسام مشي خلاص، لكن اللي سابه وراه كبير. سؤالنا دلوقتي، هل الاهلي يقدر يلاقي مهاجم بنفس القوه ويشغل مكان محلي، ولا وسام كان حاله مش هتتكرر بسهوله؟ كونوا رأيكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان اللي جاي نار.